عايزه اسالك بقى على اللونج تيرم كومبليكيشنز او المضاعفات اللي بتحصل للست اللي ولدت بعد الولاده بشويه. نلاقي مثلا سيدات بتيجي بتشتكي من السلس البولي، سيدات بتيجي تشتكي من التشنج، سيدات بتيجي تشتكي برضو كتير جدا بالذات بعد الولاده من مشكله الامساك. اوكي فبتصرفوا معاها ازاي؟ اوكي السلس البولي احنا بنقسمه لحاجتين. الاول في اللي هو اليورينري انكونتيننس وفي الستريس. اليورينري انكونتيننس ده هي بتبقى قاعده عادي وبينزل منها نقط يورين. لكن الستريس انكونتيننس ده بيبقى حاجه مثلا مع كحه، مع وقفه كتير، مع مشي وهكذا. فاحنا الاول نعرف هي عندها انهي نوع فيهم عشان نقدر ان احنا نشتغل معاها بالتمارين والبروتوكول المناسب معاها. عندنا حاله زي حالات الامساك، احنا في فرق ما بين حاجتين. الامساك بيحصل عشان انا عندي ضعف في عضلات قاع الحوض، العضلات دي ضعيفه، فالسفنكتر نفسها اللي هي الفتحه اللي بيخرج منها بتقفل عشان تمنع ان اي حاجه تخرج، لان اللي فوق مش عامل كنترول كويس. فاحنا بنرجع نعلمها تاني ازاي تعمل الكنترول ده، انها تشد العضلات عضلات قاع الحوض كذا لاير. فاحنا عايزينها تتعلم انها تاكتيفيت او تشغل اللاير اللي فوق عشان تعرف تعمل ريلاكسيشن في اللاير الاخيره عشان يخرج. وفعلا يا دكتور كتير قوي بيجوا لي كلاينتس بيشتكوا من كونستيبيشن بوست بارتم، والتغذيه بنحاول معاهم بكل الطرق وما بنعرفش نعمل حاجه، وتقريبا هم دايما بيجوا لنا حل بعد بيكون عندك في العلاج الطبيعي. دايما بيجوا لنا بعد ما يكونوا جربوا كل التعديلات الغذائيه واللاكزيتيفز الملينات والحاجات دي كلها، يسمعوا بعد كده ان في حاجه في العلاج الطبيعي فيجوا بقى يجربوا.